بالحلقة الماضية قلنا إنه يسوع مات قبلنا. بموته في دعوة للموت عن النفس والمصاري والسلطة والشهوة والعيش مثل يسوع بشكل كامل. بشجعكم تحضروا آخر حلقتين لتشوفوا الطرح الكامل، وبهيدا الفيديو رح نقدم الإجابة الثالثة والأخيرة للسؤال ليش يسوع مات. مش بس يسوع مات بدالنا ولا بس مات قبلنا، بل كمان يسوع بالصليب مات معنا. يسوع بموته ضرب فكرة إنه الله بعيد عن وجعنا، وأكدنا إنه الله قريب منا وبيفهم علينا. الإنسان بحالة انكسار باستمرار، حياتنا صعبة مليانة تعب وانكسار ووجع، جسدنا بينكسر بسرعة ومشاعرنا بتنجرح بسرعة. مش هين نكون بشر، من أول لحظة بنخلق فيها وجسمنا بصراع مستمر مع الفساد البشري، وقمة هذا الانحلال البشري والجسدي هو الموت نفسه. بتجسد يسوع وحياته وصليبه عم يخبرنا بوضوح إنه الله حدنا ومش بعيد عنا. تعرفوا مرات كأشخاص بنتبع يسوع ما عنا إجابة واضحة أو مقنعة للكل عن سؤال الألم. ليش الله تارك الشر يصير؟ أكيد فينا نعطي إجابات مثل إنه الشر مصدره إرادة الإنسان الشريرة، أو الشر مصدره الشيطان أو الأرواح الشريرة. بس عملياً مشكلة الشر العاطفية ما إلها جواب. شو منقول لأهل خسروا حدا من ولادهم؟ شو منقول لشخص مرق بتعدي جنسي أو عنف؟ ما عنا شي نقوله. العواطف أكبر من إجاباتنا وكلماتنا ولاهوتنا. ببساطة مندل على الصليب. هونيك عرفنا إنه لو ما فهمنا ليش هالقد في شر، نحن مأكدين خالق الكون اختبر وجودنا الصعب وقادر يوقف حدنا ويحس معنا. كاتب الرسالة للعبرانيين، وحدة من الرسائل بالعهد الجديد، بيقول بالفصل الثاني إنه يسوع ما بيستحي يدعي الناس يلي خلصون إخوة، لأنه مرق مثلهم بالألم، اتكمل بالألم. وهو وعم يحكي عن الخلاص من الموت يلي قدمه يسوع للناس، بيزيد إنه ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يعني الله ما قدم لنا خلاص من بعيد بلا ما يتدخل بعالمنا الموجع. الله بيسوع قدم لنا خلاص بيشبهنا، جرب كل شي معنا كرمال عن جد يكون خينا بالآلام ويعطينا الأخوة بالخلاص. المرة الجاية لما تكون بمواجهة ألم كبير بيكسر القلب، ولما تكون بمواجهة وضع حياة تقيل كتير، تذكر إنه يسوع مشي هيدا الطريق قبلك. منطلع على الصليب وبنعرف إنه الله بحس معنا. صحيح يمكن ما عنا دايما إجابات بتقنع كل العالم عن مشكلة الألم، بس عنا إله قريب من ألمنا وقادر يساعدنا بوسط الألم، وعنا رجاء مسيحي ثابت إنه مثل ما صليب يسوع تحول لقيامة، الألم البشري بيسوع رح يتحول شي يوم لفداء. يسوع على الصليب مات معنا.